وسيط، بروكر، مستشار عقاري. هل الفرق بس في اللقب؟ لا، ده في التأثير كمان. لو فتحت لينكدين في اي وقت هتلاقي القاب كتير قوي في السوق العقاري: ريل استيت بروكر، ريل استيت ايجنت، بروكر، سينيور بروبرتي كونسلتنت، ادفايزر، بروبرتي كونسلتنت. فانت بتسأل نفسك، هو كل ده نفس الشغل ولا في فرق حقيقي بينهم؟ الحقيقة الفرق بينهم مش بس في الاسم، الفرق في الرؤية، في التأثير، وفي مستوى التعامل. تعال نفهم اللعبة. الوسيط العقاري أو الإيجنت أو السيلز ده أول درجة في السلم العقاري، شخص حاصل على رخصة، شغال غالبا تحت شركة ليها ترخيص. دوره الأساسي هو تسويق المشاريع والتواصل مع العملاء وإغلاق الصفقات. إيه المميزات اللي عنده؟ بياخد عمولة كويسة، بيتعامل مع عدد كبير من العملاء، عنده فرصة ممتازة للتعلم. حدوده: ما يقدرش يفتح شركة باسمه، وبيعتمد غالبا على الدعم من جهة أعلى. رقم 2 البروكر. هنا بنتكلم عن شخص معاه ترخيص كوسيط لكن عنده صلاحية أوسع، وممكن يكون صاحب شركة أو مدير مرخص مسؤول عن وسطاء تحتيه. يعني مش بس بيبيع، ده كمان بيقود ويفعل العقود الرسمية، وممكن يوقع باسم شركته. مميزاته: عنده كنترول على العمليات، بيتعامل مباشرة مع المطورين، وبيقدر يبني تيم ووسع شغله. في المقابل عليه مسؤولية قانونية أكبر، بيتحمل تكاليف إضافية زي رخصة وتأمين ومحاسبة. رقم 3 المستشار العقاري. ده مش مجرد بياع، ده بيفكر مع العميل كأنه شريك، ومش بيقدم منتج، هو بيقدم حل. المستشار الناجح بيفهم تمويل العميل، بيدرس العائد والمخاطر، بيعرف يرشح مشاريع حسب الهدف، استثمار ولا سكن. وده اللي بيخلي عميله يرجع له ويقول له أنا مش محتاج أدور، أنا محتاج أسمع رأيك. طيب أنت تبدأ منين؟ أنت تبدأ تتعلم كايجنت وتبني علاقات وتمشي قانوني، وبعد سنة أو 2 تبقى بروكر أو مستشار، مش لأنك كبرت، لأنك فهمت السوق كويس. الخلاصة: اللقب مش شكلي، اللقب بيعكس مستواك ورؤيتك وقيمة شغلك قدام العميل والسوق. فاختار لقبك بعناية واشتغل على نفسك بصدق. في الحلقة اللي جاية هندخل في قلب السوق أكتر، ازاي تذاكر المشروع قبل ما تبيعه، مش بس تاخد البروشور، لا، ازاي تفهمه وتعرف تبيعه وتحلل ليه هو الأفضل وبالنسبة لمين. تابع السلسلة وخلي كل حلقة ترفعك درجة، مش بس لقب.